السلام عليكم. تصريح خطير من مالك بيراميدز الإماراتي سالم الشمسي يعلن فيه عن سحب كل استثماراته من مصر بعد تعادل بيراميدز النهارده مع الزمالك، وأيضا فوز جديد للنادي الأهلي قدام المصري. أكيد علي ماهر فوت لهم الماتش. تعالوا نشوف قال إيه. في البداية خلينا نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهارده وبعد تعادل الزمالك مع بيراميدز، طبعا لكل منهما هدف، وكان في فوز طبعا في نفس اليوم النهارده للأهلي أمام المصري. خرج طبعا عن صمته سالم الشمسي وأدلى بتصريحات قوية جدا جدا لقناة الشرق الإماراتية، وقال منافسة الأهلي صعبة جدا في مصر، وعلى أي نادي إنه ينافس النادي الأهلي أكيد هيكون خصم صعب للغاية سواء في مصر أو في أفريقيا. لكن أكتر حاجة تغضبني بصراحة إن كل الحكام بيسيبوا الماتشات للنادي الأهلي مهما حصل، والنهاردة اللي فوت الماتش للنادي الأهلي علشان يفوز بالثلاث نقاط هو علي ماهر. أكيد ما هو ابن الأهلي وعارف إن لو أي هدف واحد بس أو أي نقطة من الأهلي راحت أكيد ده هيدي صدارة لبيراميدز، وطبعا علي ماهر ما يحبش كده. اللي بيميز الأهلي على بيراميدز هو كده ان بيراميدز لسه ملوش ابناء، ملوش جمهور، وده اللي بيخليه فعلا في درجة بعيدة شوية عن الاهلي. اتعادلنا قدام الزمالك النهاردة، ولكن مش مشكلتي ابدا هي التعادل او ايه اللي حصل في ماتشنا مع الزمالك. مشكلتي كلها فيما حدث في مباراة الأهلي والمصري. وواحد سأله صحفي سأله وقال له هل ستسحب استثماراتك من مصر إذ لم يتوج بيراميدز بالدوري؟ رد عليه وقال له بصراحة صرفت فلوس كتير قوي وأموال طائلة في بيراميدز، ولو الأموال دي استثمرتها في الإمارات أو في أي نادي أكيد كنت سأكسب الدوري الإماراتي مرتاح. لا يوجد أي نادي في مصر قادر أن يقف قدام النادي الأهلي، وده مش علشان الأهلي قوي بلعبته، الأهلي قوي بإن هو اللي بيحكم، الأهلي قوي بحكامه، قوي بجمهوره، قوي بأبنائه اللي ماسكين فرق تانية. ويمكن كلكم كمان شفتوا الزمالك انسحب قدام الأهلي، الله أعلم بقى علشان خايف يواجه الأهلي ولا لأ. بصراحة الزمالك هو اللي أعطى الحق للأهلي وفوقه لما راح انسحب قدامه، وادى راحة للعيبة الأهلي اللي بتلعب كل 3 أيام، اداله 3 نقط على الجاهز. والمشكلة الكبيرة بقى جايين دلوقتي ونتعادل معاهم، حتى معرفناش احنا كمان نكسب الزمالك. معرفش هو في ايه، بس انا خلاص هسحب كل استثماراتي نهائيا من مصر في ظل المنافسة الشرسة مع الاهلي، وده هيكون قرار نهائي.